ايه الاخبار؟ ازيكم عاملين ايه؟ الحقيقه دي تاني مره اصور الحلقه، انا مش عارف في ايه، بس اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه سيليكون. في الحلقه اللي صورتها وما اتسجلتش دي بسبب الكاميرا الجميله. انا كنت عصبت جامد وكنت بحكي عن حادثه حصلت على الترند من فتره قريبه جدا. مش اكيد طبعا مش موضوع محمد رمضان، لان الراجل خد بما فيه الكفايه يعني، والموضوع خلاص اتعرف والدنيا خلصت يعني من الاخر. انا بتكلم عن الموضوع اللي عمله شخصين، مصطفى فوزي وهند نودي، ولا مش عارف اسمها هند ايه كده. عملوا ايه مصطفى فوزي وهند نودي دي، ولا مش عارف اسمها هند ايه، مش فاكر بالظبط والله. المهم هند نودي دي بنت يعني ربنا خلقها بطريقه معينه، عندها جسمها مليان شويه، يعني جسمها مليان تمام. وهو وهي كانوا صحاب بقالهم 3 سنين ولا حاجه زي كده، مش عارف. المهم ان هو تقريبا كان عايز ان هي بعتت له، قالت له ان هو عايزاه يساعدها عشان هي معهاش فلوس واسمه ايه ده. وهي عندها ولاد وظروفها صعبه يعني ظروفها صعبه شويه، وان هي عايشه على معاش والدها والكلام ده كله. فانت بقى بدماغك يا بني ادم يا جميل يا حلو، تفتكر ان هو المفروض يعمل لها ايه؟ انا هقول لك يعمل لها حاجه من اتنين، يا اما يديها فلوس يا اما يساعدها في انها تفتح مشروع. يعني مش يعمل فيديو معاها يقول لها يمثل فيه معاها ان هو خلاص هيخطبها ويعمل ضجة على السوشيال ميديا. هي بتقول ان هي يعني بجد محتاجة مساعدة، وان الموضوع صعب، وان المعاش مش مكفي، وان ايه علاقة بقى السوشيال ميديا بالموضوع؟ يعني هي كان عندها اكونت انستجرام وصل 20,000، ليه عايزة تزود؟ يعني ليه عايزة يجيلها فلوس من خلال السوشيال ميديا؟ ليه؟ ده يعني معلش، السوشيال ميديا مش اي حد يطلع على السوشيال ميديا يشتهر ويبقى ترند. انا عارف ان الكلام ده بيحصل في مصر، بس انا بتكلم عامه في المنطق. المفروض ان مش اي حد يطلع على السوشيال ميديا يشتهر ويبقى ترند وخلاص بقى الناس كلها تقعد يبقى ليه فانز بقى والكلام ده كله. يعني برضه عارف ان الكلام ده بيحصل في مصر، بس يعني كان في مليار طريقه، اكتر من مليار طريقه حتى ان هو يقدر يساعدها بيها، غير ان هو يعمل لها يعمل الفيديو ده معاها. لان انا الموضوع بجد استفزني. انا شفت الفيديو ليها، الصوره ليها قبل ما تنشر، قبل ما اشوف الفيديو. يعني انا شفت صوره ليها شاب طويل كده لطيف، وبنت يعني مكلبظه شويه، وكاتبين مش عارف، كانت صفحه عميقه اصلا مش فاكر كانت اسمها ايه، كانت بتقول هكذا مش عارف عندما يكون الحب من القلب. كلام فاضي يعني، كلام فاضي مش بتاعنا احنا سناجل معفنين، احنا الكلام ده مش بتاعنا. فبس فالموضوع يعني الموضوع عجبتني الصوره، ما عملتلهاش لوفه حتى، الصوره عجبتني بس فسبتها زي ما هي كده. فابص الاقي الموضوع ده لا ده كان فيك، لا ده احنا كنا بنهزر، لا ده هو بس كان بيساعدني بالطريقه دي. اللي هو انت بتفكروا بانهي منطق يا جدعان؟ معلش انا عايز اعرف انت بتفكروا بانهي منطق؟ يعني انتوا حابين، يعني انتوا للدرجه دي بتستصغروا دماغ الناس وبتستدفهوا الناس لدرجه ان انتوا تطلعوا تعملوا فيديو لا ده انا خطبت بنت مش عارف ايه، لا ده البنت دي ما خطبتهاش، لا ده انا. يا عم تحترموا الناس اللي بتتابعكم شويه. في ايه اللي انتوا اسف يعني، بس ايه اللي انتوا بتهبوه ده؟ ما ينفعش بجد يعني، حرفيا ده يعني بجد يعني ان انت تطلع تعمل فيديو يا جماعه انا ارتبطت بالانسانه الفلانيه، وبعد كده لا ده انا كنت بعمل فيديو عشان اساعدها ان انا ارتبطت. طب بلاش يا سيدي، انت عملت الفيديو ده، الفيديو اللي انت بتقول فيها ان انت كنت بتساعدها جاب كام فيو بقى؟ جاب 1.5 مليون فيو. يعني في 1.5 مليون انسان بيتفرج على الفيديو ده، يعني 1.5 مليون انسان شافك وانت بتقول ان انت ساعدتها. دي مش حاجه وحشه، هي مش حاجه وحشه، بس هي كرامه حضرتك موقعها ايه من الاعراب؟ معلش عشان مش واخد بالي. يعني هي لو انت عايز تساعدها، ولو هي بتهتم بان هي عندها كرامه، كانت رفضت اصلا ان الموضوع يبقى مساعدتها ده يقرب بس كده من السوشيال ميديا، او ان اي حد يعرف خبر. وانت لو انت عايز تساعدها من غير رياء، مش بقول ان انت بتتظاهر او بان انت بتعمل رياء، انا بقول لو انت حاطط في دماغك ان الموضوع ممكن يتشاف على ان هو حتى رياء، كنت عملت الفيديو، كنت ساعدتها باكتر، فيها بقول لك فيها اكتر من مليار طريقه تقدر تساعدها بيها، غير ان انت تعمل فيديو وتطلع معاها وتقول لها ان انا ساعدتك. ايه طب يعني الرياء هو ان انت تبين للناس ان انت ساعدت حد، تمام. انا برضو مش بقول ان انت بتعمل رياء، انا بقول ان انت المفروض كنت تفكر الاول حتى تحط في دماغك في موضوع الرياء ده اصلا، حطه في دماغك على الاقل. يعني انت بدل الفيديو اللي انت عملته معاها ده، انت كنت ممكن اديتها فلوس وساعدتها في ان هي تفتح مشروع مثلا يعني شوف ده واحد من، يعني بقول لك اكتر من مليار حاجه تقدر تساعدها بيه. بجد الناس في مصر بتسيء استخدام السوشيال ميديا، وزي ما قلنا السوشيال ميديا مش حياه واقعيه، مش معنى ان انت صورك ما بتجيبش لايكس ولا كومنتس ان انت انسان مكروه وان انت مفيش حد في حياتك، كل ده كلام فاضي. فبجد اتمنى الناس تحسن استخدام السوشيال ميديا بعد كده، وما استخدمهاش لاي غرض تاني غير ان هي سوشيال ميديا معموله عشان نتواصل مع بعض، نشار كوميكس، نعمل ميمز، نعمل اي حاجه، لكن مش عشان نطلع نشحت عليها ونعمل ونقل من كرامات بعض ونقل من كرامتنا احنا شخصيا والكلام ده كله.
اتمنى ان يكون الفيديو عجبك، واسف لو كنت اتعصبت في بعض المواقف في الفيديو، ولكن عشان انا الموضوع فعلا حرق دمي كذا سيكه كده، مش سيكه واحده، الموضوع حرق دمي بجد فعلا. فلو الفيديو عجبك اعمل لنا لايك، ولو المحتوى بتاعنا عجبك اعمل لنا سبسكرايب، ولو اول مره تشوفني اعمل لنا سبسكرايب. وشكرا ليك لانك وصلت هنا في الفيديو. لو انت وصلت هنا في الفيديو فانا عايز اقول لك ان انت انسان عظيم وتستحق ان انت تكون انسان عظيم فعلا. اشوفك الفيديو الجاي، اشوفك في فيديوهات كتير جايه بقى، مش في الفيديو الجاي خلاص، اشوفك في فيديوهات كتير جايه ان شاء الله باذن الله، ومع السلامه.